تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدين في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تسريب مقاطع فيديو لصانعة المحتوى المغربية ياسمين زباري مع يوسف خليل التونسي. وأثار الفيلم حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كسرت محركات البحث عبر منصة جوجل للبحث عن الفيديو. وفيلم يوسف خليل التونسي مع المغربية التي أثارت جدلا واسعا، التي ظهرت في أفلامها الجديدة مع التونسي يوسف خليل، فقد تساءل الكثير عن هذه الفتاة التي تمتلك مواصفات مميزة وقدرات مختلفة في صناعة الأفلام مقابل جميع الممثلات العربيات اللواتي يعملان في هذا المجال. وقد نشر التونسي يوسف خليل مجموعة من الفيديوهات الغير لائقة مع المغربية ياسمين زباري، التي وصفها البعض بالحلوة المغربية لجمالها، حيث نشرت أيضا ياسمين عدد من الفيديوهات الغير لائقة مع التونسي يوسف خليل، مما أثار ضجة كبيرة وكمية بحث مكثفة عن الأفلام التي تجمع المغربية ياسمين زباري مع التونسي يوسف خليل. وتساءل العديد عن الفتاة المغربية ياسمين. إن الفتاة المغربية ياسمين الزباري هي صانعة محتوى للكبار فقط، لكنها لم تكن معروفة حتى ظهرت مع الممثل التونسي يوسف خليل الشهير بالأفلام الكثيرة والمخصصة للكبار، وذلك أصبحت ياسمين من الشخصيات المعروفة حتى الآن، البعض أسماها بالحلوة المغربية. ومقاطع الفيديو للحلوة المغربية مع يوسف خليل قد انتشرت بشكل واسع غير متوقع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أثارت حالة من الجدل بين المستخدمين، حيث ظهرت الحلوة المغربية مع يوسف خليل في فيلمها الجديد نصف عارية على ملء للمتابعين دون أي خجل أو حياء. وقد كثر البحث على منصة جوجل الشهيرة حول البحث عن المقاطع الفيديو المشوقة لصانعة المحتوى المغربية ياسمين زباري والتونسي يوسف خليل. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الجدل المثار حول المغربية ياسمين زباري ويوسف التونسي. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.